اللي انتم شايفينه في الفيديو ده فيل هيث وهو صغير، واللي انتم شايفينه برضو دلوقتي ده فيل هيث بطل مستر اولمبيا 7 مرات. ازاي كل ده حصل؟ تعالوا معايا. انا اخترت فيل هيث طبعا لان انت شفت صورته وهو صغير، ما شاء الله مش منظر طفل، يعني ما شاء الله تحسه هو مولود يعني بودي بيلدر اصلا. فحتى لما دخل في القصه بتاعت السايكلز والهرمون والاستيرويدز، انت شفت حتى هو ازاي قدر انه يفضل 7 سنين واحد من اعظم الناس اللي وقفت على الستيج في مستر اولمبيا. دي الجزئيه اللي احنا هنتكلم فيها النهارده، وهي التاثير الجيني. اهلا بيكم في حلقه الجينات. قبل ما ابدا احب اقول لك ان انا مش خبير في علم الجينات. علم الجينات ده علم قائم بذاته، بس انا النهارده هجتهد ان انا احاول افيدك في موضوع من اكثر المواضيع حساسيه وروعه وجمال في عالم البودي بيلدينج، وهو التاثير الجيني على المكتسبات العضليه. يلا بينا. الجينات هو العلم نفسه. الجينز او الدي ان ايه دي المكونات اللي بتسهم على انتقال الصفات من جيل لجيل اخر. الصفات دي ممكن تكون صفات جسديه، ممكن تكون استجابه لبعض المؤثرات زي السموم، زي التدريب البدني، اللي هو انت هتبقى عامل ازاي، تكوينك عامل ازاي. وزي ما انا قلت دي بتكون مرتبطه بالاجيال اللي قبلك، يعني من الاخر بالوالدين. هل الجينات تفرق في تطورك العضلي وتطورك التدريبي؟ بص يا سيدي، السؤال ده صعب لان انت بتتكلم على مجال اصلا لسه فيه اسئله وحاجات كتير جدا لم يتم الاجابه عنها. بس تعالوا نبدا احنا باللي توصلنا له في حلقه النهارده. اول بحث عندنا لباحث اسمه ستيفن روس. الراجل ده لا والله ان الصفات الوراثيه فيما يتعلق بالقوه العضليه بتورث بنسب قد تصل من 30% ل 85% للقوه العضليه. اما الكتله العضليه فلا ان نسبه توريثها حوالي من 50% ل 80%. فحضرتك اوصل للصاله، بص على الحاج والحاجه وتعالى كمل معايا الحلقه. بصيت، تعالى بقى اكمل لك القصه. خليني اقول لك اصلا ان احنا غالبا متفقين جينيا بنسبه 99% او 9 من 10 تقريبا. امال ازاي يا كابتن احمد في ناس بتخش الجيم في شهرين تخرج دبابات، وناس كتير مننا بتعاني عشان الكتله العضليه تزيد؟ بص يا صديقي، فعلا في بعض الجينات اللي تم دراستها واللي وجد يعني ان قد يكون لها فعلا تاثير، ان بعض الناس يعني انت عندك الجينات دي بنسبه اكبر مني، فانت قدرتك على التطور العضلي، او على سبيل المثال هيبقى عندك حاجه اسمها ماسل فايبر تايب 2، الالياف العضلات سرعات الانقباض اكتر مني، فقدرتك على النمو العضلي افضل مني. جينات زي ايه؟ اول جين عندنا جين اسمه الام اس تي ان ريليتد جينز او المايستاتين ريليتد جينز، وده بيكون حاجات زي مثلا فوليستاتين. المايستاتين ده هرمون بتاع وقف النمو، والفوليستاتين ده يعتبر الانتاجونست بتاعه او اللي ضده. فعايز اقول لكم ان اصلا ده يعني في ناس بتاخده عشان توقف شغل المايستاتين، اللي هو اصلا ربنا خلقه طبيعي عشان يقول لجسمك يوقف عمليه النمو العضلي عند ليميت معين. جين تاني زي الاس او الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم، ده برضو من الجينز اللي وجدت ان هي موجوده عند بعض الناس بشكل افضل، او عند الناس اللي هم الاليت سبرنترز، الناس اللي عندها مصل يعني حجم عضلي اكبر بشكل اكتر من الناس العاديه او اللي ما عندهاش، او لعيبه التحمل على سبيل المثال. واحد من الجينات برضو جين اسمه الاسيتينين او الاي سي تي ان 3، برضو في شكل منه فورم اسمه الار الايل، برضو لقوه ان في بعض الناس ده بيخلي الناس دي عندها كتله عضليه اكتر من غيرها. وحاجات تانية كتير زي حاجه اسمها الفي دي ار او الفيتامين دي ريسبتور، وبرضو دي بنلاقيها ان في ناس عندها فيتامين دي ديفيشنسي او نقص فيتامين دي، فعلا بيكون عندها مشكله في الكتله العضليه. يعني كلامك ده ان اللعبه جينات وخلاص احنا كده مفيش امل؟ كمل معايا الحلقه في الاخر وانا هريحك، انا هقول لك حاجات حلوه قوي. طب يا سيدي، الدراسه اللي احنا استندنا ليها اصلا وكميه الجينات اللي انا قلتها لك، الاربع جينات اللي احنا اتكلمنا عنهم، اصلا بتقول لك ان نسبه الاختلاف ما بين اللي عنده الجينز دي او احد الجينات منهم على المستوى الجسدي قد لا يزيد عن ال 5%. يعني ممكن يكون الاختلاف ما بيني وما بين واحد زي فيليس في الاخر ان الراجل ده عنده احد الجينات دي، الاختلاف ده مش هيزيد عن 5%. ال 5% دي اللي مخليه فيليس مستر اولمبيا، ومخلينا انا قاعد معاكم هنا احمد منا الحمد لله يعني زي الفل يعني. دراسة تانية لباحث اسمه ناوكي كيكوشي اتعملت على أبطال أولمبيين في رفع أثقال روس ويابانيين. قال لك والله في حوالي من 28 ل 38 جين مرتبطين بالقوة العضلية. يعني كل ما كان عندك عدد جينات أكبر من الجينات دي، كل ما كان عندك فرصة إنك تشيل أوزان في رفع الأثقال بشكل أفضل. وإيه كمان؟ قال لك والله اللي هيبقى عنده أكتر من 6 جينات من الجينات دي بنسب عالية هيكون عنده فرصة لزيادة الألياف العضلية من النوع الثاني، اللي هي الألياف العضلية سريعة الانقباض، اللي هي بتنمو بنسبه 50% زياده عن الالياف العضليه من النوع الاول. وهيكون عنده كمان انتاج للطاقه الهوائيه بشكل افضل، وهيكون عنده كمان تطور عضلي عصبي افضل. كل دي حاجات هتكون موجوده عنده اللي عنده
عدد جينات اكبر. احنا كده وصلنا للجزء الاول او نهايه الجزء الاول، عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده من حلقه الجينات. كملوا واعملوا لايك وفولو وشير، عشان في حلقه تانية ان شاء الله هنزلها لكم باذن الله، هنستكمل فيها موضوع الجينات عشان انت تعرف مكانك فين وتقدر توصل لفين. سلام عليكم.